أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة جولتنا هتكون في منطقة الشاطبي، في جولة من أجمل الجولات اللي استمتعت بيها، وأتمنى من كل قلبي إن انتوا كمان تستمتعوا بيها. جولتنا هتكون في المكتبة. طبعا مكتبة اسكندرية أكيد كلنا عارفينها زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طبعا هي متصممة على هيئة نص قرص من الشمس، وكمان بتتميز بالجدارية الجميلة اللي احنا شايفينها أو اللي احنا بنعدي وبنشوفها. ودي اللي قدامنا القبة السماوية، وأنا هشرح لكم دلوقتي بيعرضوا فيها ايه القبة السماوية. طبعا دي المكتبة، والمبنى اللي على يمنا ده مركز المؤتمرات، وفي الحقيقة في قاعات كتيرة جدا هقول لكم فيها ايه دلوقتي. والقبة السماوية هي بتقدم عروض علمية وأفلام وثائقية عن النجوم والأجسام اللي هي بتكون موجودة في السماء. وأيضا في تلسكوبات موجودة ممكن النظر من خلاله نشوف المعروضات اللي هي بتكون في الفضاء. طبعا كلنا عارفين ان الجدارية علامة مميزة والرمز الأبرز لمكتبة اسكندرية، وهي الجدارية كمان التصميم الأساسي للمكتبة. كلنا عارفين ان اللي فاز أو اللي صمم المكتبة شركة نرويجية، وفازت بيها في عام 1989، وبدأ الشغل في المكتبة أو بدأ العمل في المكتبة سنة 1996. طبعا فكرة تصميم الجدارية بالشكل ده إن هي حماية المكتبة من الناحية الجنوبية من العواصف الترابية، لأن طبعا اسكندرية مدينة ساحلية وعلى البحر، وبيكون فيها طبعا تغييرات مناخية كتير. عايزة أقول لكم كمان إن الجدارية دي الحجر بتاعها حجر جرانيتي يقدر يتحمل كل حاجة، وهو جاي من محاجر أسوان اسمه شولمان. المحاجر دي اتفتحت خصيصا علشان ياخدوا منها الجرانيت. احنا دلوقتي دخلنا مركز المؤتمرات، هو مبنى لوحده ومبنى المكتبة لوحده برضو. هنا ده مركز المؤتمرات، الحقيقة مبنى قايم جدا وشيك قوي، وفي حوالي 4 قاعات اجتماعات، وكمان في 3 غرف اجتماعات كبيرة، وكمان في قاعات للمعارض، ودايما بيكون معارض للكتب. ده الدخلة بتاعت قاعة المؤتمرات، وكمان في قاعات للندوات وقاعات تعليمية، وأيضا في قاعة كبيرة جدا يعتبر مسرح، لأن أنا رحت أكتر من حفلة هنا في مكتبة اسكندرية بتكون في مركز المؤتمرات. وهنا المكان الحقيقة أنا حاولت يعني أجيب لكم زاوية من كل دور كده تتفرجوا عليه. المكان حلو قوي وراقي جدا زي ما احنا شايفين اهو. عايزة أقول لكم كمان المكتبة بتحتوي على 7 مراكز بحثية متخصصة، وهي مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، مركز الخطوط والكتابة، العلوم المعلوماتية، دراسات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط، وكمان مركز الفنون والبحوث العلمية. هنا بدأنا بقى ندخل المكتبة اللي هي خاصة بالقراية والكتب والمخطوطات والمتاحف. الحقيقة هتستمتعوا جدا جدا. التمثال دوت لصاحب فكرة إنشاء المكتبة القديمة، والمحلات دي لبيع الهدايا. طبعا الأجانب بيحبوا قوي إن هم يحتفظوا ببعض الهدايا. وهنا مجسم على شكل المكتبة، الأجانب بيحبوا يصوروا الحاجات دي جدا. ده في بداية مدخل المكتبة.
احنا كلنا عارفين ان الاسكندر الاكبر مات اثناء حملته على الشرق بعد ان اسس عدة مدن على الطراز اليوناني واعطاها اسمه، وبعد كده اتنازع القوات بتاعته على الامبراطورية بتاعت الاسكندر الاكبر، والحقق حلم الاسكندر الأكبر هو القائد بتاعه بطليموس الأول اللي كان ملقب بسوتير. وبدأ بطليموس الأول إن هو يحقق المشروع الضخم اللي كان بيحلم بيه الاسكندر الأكبر، إن هو يجمع ويمزج حضارات الشرق بحضارات الغرب. وبدأ بطليموس الأول إن هو يستقطب كل العلماء والمفكرين والأدباء والكتاب على مستوى العالم، إن هو يجيبهم اسكندرية، وكان بيوفر لهم حياة كريمة وعيشة مريحة جدا. وكانت اسكندرية في الوقت ده مدينة عالمية شديدة الجذب، واللي كان عايز يطلب رزق أو يعيش عيشة يعني رغدة، عيشة محترمة، كانوا كلهم بيجوا اسكندرية، لدرجة ان ناس كتير جم اسكندرية وكانوا بيتحدثوا حوالي 52 لغة ولهجة في قلب اسكندرية. ومن أشهر اللي جابهم سوتير لمدينة اسكندرية السياسي والأديب الفيلسوف ديمتريوس، اللي هو جابه من أثينا علشان يغريه ويعيش في اسكندرية هنا، زي ما كانوا بيجوا من أنحاء العالم الأدباء والفلاسفة والفنانين ورجال المال والأعمال علشان يعيشوا في اسكندرية. عايزة أقول لكم كمان إن ديمتريوس اللي هو جه من أثينا كان صاحب فكرة إنشاء مكتبة اسكندرية القديمة، وده كان بيرجع تاريخها في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني مش الاسكندر الأكبر. في ناس كتير بتقول إن الاسكندر الأكبر هو صاحب فكرة مكتبة اسكندرية. إحنا هنا بقى بنشوف المكتبة، وبنشوف مجموعة من الآلات على مر العصور هي موجودة في المكتبة زي ما احنا شايفين كده. دي آلات وأدوات للطباعة على مر العصور، زي ما احنا شايفين متحف مفتوح في مكتبة اسكندرية. الآلات دي اشتراها الخديوي إسماعيل في عام 1800، وجابها علشان مطبعة بولاق. طبعا مطبعة بولاق يمكن من أقدم المطابع في مصر كلها، هو في سنة 1800 حاجة وسبعين يعني. في مكن أو آلات تخص بس طباعة الأظرف، يعني كل مكنة وكل آلة بتخص حاجة معينة. تمام. وده عبارة عن كنب، طبعا كل كنبة عليها عالم ومفكر، يعني منتشرة جدا في المكتبة الكنبة دي على هيئة دفتر. الحياة جميلة جدا والفكرة حلوة جدا ومنتشرة جدا في المكتبة كلها بأشخاص مختلفين. وهنا كمان عايزة أوريكم المحمل الشريف اللي كان بيتحط على الجمل وبيخرج من مصر كل سنة ويتحط عليه الكسوة الكعبة المشرفة. هنطلع بقى ناخد جولة ونشوف المكتبة بشكلها الجميل من فوق. بصوا قد ايه المكان اكتر من رائع. المكتبة شيء يفتخر بيه كل مصري ان مكتبة زي دي موجودة في بلدنا. والمكتبة هي تعتبر كمنارة للمعرفة والتراث الثقافي في اسكندرية. وطبعا تصميمها اكتر من رائع، زي ما قلنا في البداية هي على هيئة قرص الشمس. عايزة اقول لكم كمان ان القاعة الرئيسية للمكتبة اللي احنا شايفينها قدامنا هي بتتكون من 11 مستوى، يعني اهو بصي تحس ان هي مدرج كده نازل، وهي بمساحة إجمالية في حدود 20,000 متر
مربع أو يمكن أكتر كمان. والأرفف اللي موجودة في المكتبة طبعا في كل المستويات، في أرفف وفي كتب مختلفة جدا، متهيألي تتسع لأكتر من 8 مليون كتاب. هي المكتبة تحتوي على حوالي 3 مليون كتاب طبعا بأشكال مختلفة. وتحتوي كمان المكتبة على مكتبات فرعية متخصصة، منها مثلا مكتبة الفنون والوثائق المتعددة، ومكتبة الطفل، ومكتبة طه حسين لضعاف البصر والمكفوفين. على فكرة جو المكتبة ساحر بجد، خيال. اللي هيجي هنا مش هيستمتع بس بالقراية أو بالاطلاع أو اللي بيجي يذاكر، لا، هيستمتع بحاجات تانية كتيرة جدا. أولا القعدة بتديك راحة نفسية، وبتدينا كده إن احنا نبقوا قاعدين مبسوطين، هدوء، ومفيش أي إزعاج خالص. وكمان في اللي حابب يقرأ، وكمان في كمبيوتر اللي حابب يفتح ويوثق أي معلومة عن طريق الإنترنت، وفي واي فاي ممكن كل ده على التيكت. أنا عايزة أقول لكم بس سعر التيكت دخول المكتبة للشخص العادي 10 جنيه، الطالب المصري 5 جنيه، الأجنبي الشخص العادي الأجنبي 150 جنيه، الطالب الأجنبي 20 جنيه. لكن لازم يكون معاه أي وثيقة تثبت إن هو طالب أجنبي. طبعا المكان الحقيقة أنا بيبهرني، وبصوا السقف شكله إيه، وجمال المكان والتصميم، حاجة شيء مبهر. الناس اللي صمموا المكتبة دي شيء بجد مبهر وجميل جدا. هنا مجموعة الكتب، أنا حاولت أصور كل جزء شوية علشان تشوفوا المكتبات، وهي متنظمة بطريقة علمية حلوة جدا. وبعدين في موظفين كتير بحيث اللي عايز يسأل عن أي كتاب طبعا الموضوع سهل جدا جدا. والمكتبة متقسمة للتاريخ وللعلوم والكتب العادية والقصص والروايات والمجلات. طبعا يعني ده بحر تاني وعالم تاني. يعني انا يعني مهما هقول لكم مش هيكفي الفيديو ان انا انقل لكم كل حاجة في المكتبة. الفيديو فعلا زايد جدا. طبعا اللي هيجي المكتبة مش هيجي بس علشان القراية أو الثقافة، لا، ده في كمان مجموعة متاحف أكتر من رائعة هتعجبكم جدا. اللي مش حابب يدخل المكتبة هينزل المتاحف. من المتاحف اللي عجبتني قوي هو متحف الرئيس محمد أنور السادات، لأن أنا بحبه جدا الشخصية دي. فهاخدكم دلوقتي وهنشوف المتحف الخاص بالرئيس محمد أنور السادات. الحقيقة في كل مكان في المكتبة، في كل دور، في كل طرقة، في كل كريدور في معلومة أو في صورة هتعجبكم في المكتبة. الحقيقة بجد هتستمتعوا جدا جدا لما تيجوا مكتبة اسكندرية وتشوفوا الجمال والعظمة بتاعة المكتبة. هنشوف هنا متحف الرئيس محمد أنور السادات، وهو في بعض المتعلقات بتاعته الشخصية، ما بين البدل بتاعته، ما بين الهدايا اللي كان بياخدها، والصور اللي كانت مع رؤساء الدول، وصور شخصية، وصور فرحه. الحاجات دي كلها موجودة، وبعض الأوسمة والنياشين اللي كان بياخدها، واللي كانت بتجيله هدايا من بعض الدول الأوروبية والدول العربية. الحقيقة المتحف أكتر من رائع. أنا حاولت أخد لكم لقطات بسيطة جدا علشان الفيديو كان طويل. أنا كنت أتمنى أنقل لكم كل جزء في المكتبة، لكن يكفي. اللي هيجي هيستمتع بالمكان، هتستمتعوا جدا جدا.
الحاجات دي كلها متعلقاته الشخصية للرئيس محمد أنور السادات، البدلة بتاعته والعصاية. وكمان كان بيحب الجلابية اللي يلبسها قوي، كان بيعتز بالجلابية لأن هو بيحب قوي الريف وبلده. وهنا بعض مقتنياته. المكان ده المكتب بتاعه، المكتب اللي كان في بيته في الجيزة، المكتبة والمكتب وأدواته كلها. المتحف الحقيقة أكتر من رائع، والكنبة أو الكرسي اللي كان بيقعد عليه. آخر جزء بقى من مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، البدلة اللي كان لابسها أثناء العرض واغتيل فيها. البدلة اهي، وأنا ركزت البدلة عليها الدم بتاعه موجودة اهي في المعرض أو في المتحف. أنا حاولت أقرب الكاميرا قوي علشان تشوفوا إن هي الدم عليها. الله يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. طبعا يعني مش هو ده المعرض اللي موجود، في معرض تاني للفخار ومعرض للصور أو متاحف، يعني متاحف كتير جدا موجودة في المكتبة. اللي هيجي المكتبة مش هيستمتع بالقراية ولا بالكتب فقط، لا هيستمتع كمان بالمتاحف والصور اللي موجودة وكمان المعارض. في حاجة أخيرة بقى عايزة أقولها لكم، ده شكل المكتبة القديمة اللي هي اتحرقت في اسكندرية القديمة. دي أقرب حاجة أرشيفية للمكتبة القديمة. أنا الحقيقة كنت أول مرة أشوفها. في كمان في المكتبة بيكون في ندوات كتير جدا، وبيكون في حفلات للأطفال، وكمان لبعض المطربين بيجوا هنا بيعملوا الحفلات بتاعتهم في قاعات المؤتمرات. بيكون في قاعات كبيرة جدا بيعملوا فيها حفلاتها. أنا حضرت أكتر من حفلة، كان في حفلة لمحمد الحلو ولعلي الحجار قبل كده. اللي حابب يحضر ندوات أو يحضر حفلات، تابعوا النشرات الشهرية اللي بتنزل، وبيبقى فيه برضو منشورات أسبوعية بتنزل بمواعيد الحفلات. أتمنى أن المحتوى النهاردة يكون عجبكم، ودايما دايما في حب اسكندرية نلتقي. إلى اللقاء.